قلبي مش مرتاح لك يا هيما. السلام عليكم احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير وسعاده. استاذ ابراهيم يعني بقاله حلقتين كده بصراحه مش عاجبني وقلقانه منه، معرفش ليه كده، حاسه بقلق كده ومش مطمنه له. فانا عايزه اقول له كلمتين كده في ودنه. تعالى اقول لك كلمتين سر من غير ما حد يسمعنا، اهو ما بيني وما بينك. لو انت ناوي تلعبها خرصه من تحت لتحت وتعمل حوارات وحاجات، الفلوس والفتن والنفوذ ما عرفوش يعملوها في الاهلي، انصحك بلاش. واللي فات فات، وجمهور الاهلي نسي، وخلاص الحمد لله الدنيا بقت تمام والجو صفي واحنا نسينا كل حاجه وفتحنا صفحه جديده، وجمهور الاهلي اعلنها. اللي عدى وفات فات، ومصر والسعوديه اخوات. فمعرفش ليه كده حاسه وقلبي مش مطمن ان في حاجه بتحصل. يعني كابتن ابراهيم، اسفه استاذ ابراهيم فايق، في حاجه كده بتحصل انا مش عارفاها، بس مش مرتاحه لها. يعني حاسه كده ان هي حاجه مش حلوه، ويا رب يا رب يا رب يكون احساسي غلط ويكون انا مش فاهمه حاجه، ويطلع اللي في دماغي ده مش حقيقي، واللي انا حاسه بيه ده مش حقيقي. يا رب. لقاء استاذ عادل القيعي وكابتن ميدو، اللي كان امبارح، وللأسف كان لقاء يعني فيه ألغام. الحقيقة ألغام. مبدئيا برضو الاختيارات مش صح، زي ما قلنا برضو على الحلقة اللي قبل كده بتاعت رضا عبد العال والجماعة اللي كانوا معاه. الاختيارات برضو مش صح، يعني التوليفة مش صح. يعني مثلا كنت أتوقع إنك تجيب كابتن ميدو ومعاه كابتن سيد عبد الحفيظ. يعني هما الاتنين قريبين من سن بعض. كابتن سيد برضو بيعرف يتكلم بطريقة ممكن شوية تتناسب مع طريقة ميدو، لكن أستاذ عادل القيعي راجل كبير في السن والمقام، وراجل برضو ما ينفعش ان هو يتحط قدام كابتن ميدو عشان يقعد برضو ايه، يعمل ايماءات كده وحركات بوشه وحركات استهزاء وانه مش مصدق الكلام وانه مش عاجبه الكلام. وده راجل كبير ومحترم يعني في سن والده او اكبر، ما كانش صح ان هو يتعامل معاه بالطريقه دي. فبما ان يعني الاستاذ عادل القيعي كان بيتكلم كده وبيرد، اي نعم ردوده فعلا عجبتني، لكن اللي هي مش الايه، مش اللي قد الموقف، يعني ما فيهاش كده فاهمين. فانا بس عايزه ارد بس على شويه حاجات كده استوقفتني في كلام ميدو. مش كل الكلام، يعني بعض النقط كده هنناقشها سوا مع بعض. اول حاجه هو بدأ كلامه يعني معلومه كويسه او اشاره كده لجماهير الزمالك، وقال لهم ما تحطوش في دماغكم، بقى بيتكلم الناس الجماهير الاجيال الجديده من الجماهير، انه شيلوا من دماغكم نظريه المؤامرات وان الزمالك مظلوم وان الزمالك متداس عليه، ولازم تفكروا بطريقه صح، ولازم تفكروا في احترام المنافس وتشوفوا المنافس بيعمل ايه وبيشتغل ازاي. ونظريه المؤامره دي بقى شيلوها من دماغكم. المفروض الكلام ده ما يتوجهش للجماهير، الكلام ده يتوجه للاعلاميين والناس اللي في الإدارة في الزمالك والناس الكوادر الجديدة اللي ممكن تشتغل بعد الناس اللي موجودة دي ما تمشي، والصحافة الزملكاوية وكل ده، والناس برضو اللي في قناة الزمالك اللي هم بيسخنوا الجماهير من زمان مش من دلوقتي. الكلام ده يتقال لهم هم، لأن دول اللي زرعوا في عقول الناس وفي عقول الجماهير ان الزمالك مظلوم، والزمالك الحكام بتيجي عليه والدولة بتيجي عليه والناس بتيجي عليه، وكل الحاجات اللي انتوا بتقولوها دي انتوا اللي زرعتوها في عقل الناس. لكن الجمهور الزملكاوي واعي، وفي منهم كتير ما بيصدقكوش عشان تبقوا عارفين يعني الجمهور الزملكاوي واعي جدا، انتوا اللي زرعتوا الافكار دي في دماغه، وانتوا اللي فهمتوه الكلام ده، وهو ماشي عليه خلاص، بقت عقيده عنده ان احنا مظلومين وان احنا متداس عليه. وعايزه اقول لك بس يا كابتن ميدو، انت يعني كنت بادئ كويس وبعدين قلبت كده، وعايز بقى توصل للناس الجمهور الزملكاوي خصوصا الحاجات اللي هو بيحب يسمعها، اللي هو اتعود يسمعها. نادي القرن مش من حق الاهلي، احنا الحكام بتظلمنا، معرفش امام عاشور راح وده ضد مبادئ الاهلي، والحاجات دي انت بتلعب بيها على مشاعر الجمهور الزملكاوي اللي هو اساسا اسمع مني ما بيحبكش، صدقني.
انت لو عملت كده استطلاع رأي كده للجمهور الزملكاوي وعرفت انت عندهم ايه هتزعل. يعني هتلاقي ما يجيش 10% او 5% من الجمهور الزملكاوي بيحبك. انت مش محبوب بالنسبة لجمهور الزمالك. انا واحدة بشجع كورة بقالي 20 سنة عشان تبقى عارف، يعني مش الاول امبارح. فانت بالنسبة لجمهور الزمالك صدقني مش محبوب. ما علينا، هما بيحبوك بقى ما بيحبكش، انا عايزه بس ايه افصص كام حاجه كده انت قلتها. هنبدا بس الموضوع ايه، نادي القرن اللي انتوا فلقتونا بيه وجعتوا دماغنا بيه بقالكوا كام سنه. ونادي القرن اللي انتوا رحتوا بقى اشتكيتوا لوزاره التومين ووزاره الثقافه ووزاره التخطيط ووزاره معرفش ايه والشيخه خديجه المغربيه علشان نادي القرن. عشان نقعد نتكلم كتير في موضوع نادي القرن ده يا جماعه، دي بتبقى حسابات ونقط، واكيد الناس فاهمه كده. حسابات ونقط، انت وصلت كام مره للبطوله، وصلت كام مره لدور ال 16، ووصلت كام مره للنهائي. دي حاجات كلها بتبقى متجمعه مع بعضيها. ولكن استوقفني جمله انك قلت ان الاهلي حصل على لقب نادي القرن في عهد عيسى حياته الفاسد. عايزه اديك معلومتين عن عيسى حياته اللي انت بتقول عليه فاسد ده. انت الخمس بطولات دوري ابطال اللي انت خدتهم في حياتك، اقصد يعني نادي الزمالك، اللي نادي الزمالك خدهم في حياته كانوا في عهد عيسى حياته اللي انت قلت عليه فاسد. يعني انتوا خدتوا 5 بطولات في عهد عيسى حياته الفاسد، 5 بطولات ما خدتوش بعديهم. بعد ما مشي عيسى حياته من اتحاد الكرة الافريقي، من الاتحاد الافريقي لكرة القدم، انت ما خدتش ولا بطولة دوري ابطال. يعني انت ما خدتش بطولات غير في عهد الفاسد اللي انت بتقول عليه فاسد. من بعديها ما فيش. واستنى بقى فاسد تاني لما يجي علشان تقدر تاخد بطولات جديدة. اما بالنسبه لموضوع الشعبيه، انت اتكلمت على شعبيه نادي الاهلي وشعبيه نادي الزمالك. كل ما اتكلم حد زملكاوي سواء اعلامي او اداري او حتى في الجماهير يقول لك المطرب الفلاني والممثل العلاني واللي معرفش الفنان الترتاني بيشجع الزمالك. دي طبعا ما بتهمناش خالص، لان احنا نادي الشعب. الاهلي نادي الشعب. وتعالى اقولها لك بالارقام. في 2017 كان في شركه سعوديه كبيره اسمها صله. الشركة دي كانت عايزة تعمل عقد رعاية للنادي الأهلي بنص مليار. نص مليار وقتها كان مبلغ كبير. طبعا انتوا متعرفوش الأرقام دي، يعني في الرعاية ما تعرفوش الأرقام دي، انتوا ممكن تدينوا بيها تبقوا مدينين بالأرقام دي، لكن كرعاية لا. طبعا دلوقتي يعني الأرقام بتاعت رعاية نادي الأهلي أكبر من كده بكتير. الشركة دي طبعا الناس دول بيشتغلوا رجال أعمال، فطبعا فلوس، يعني أنا لازم فلوس يعرف هي هتتحط فين، هترجع لي كام وهستفيد قد إيه وكده، بيحسبوها بالورقة والقلم. جابوا شركة من أكبر 3 شركات في العالم متخصصة في استطلاع الرأي علشان يتأكدوا ويطمنوا على فلوسهم. الشركة دي عملت أبحاثها وعملت استطلاع للرأي العام المصري، وعرفت إن الناس المهتمين بالكورة في مصر 50 مليون. ده كان في 2017. ال50 مليون دول في منهم 40 مليون بيشجع النادي الاهلي. 40 مليون يعني بنسبة 80% تقريبا. ادي حاجة كده بالورقة والقلم عن الشعبية. وكلام الشركة دي اكدوا كمان شركة امريكية كبيرة اكدت على كلام ان النادي الاهلي بيمتلك شعبية بنسبة 80 او 85% من مشجعين الكورة. وده كان في مصر بس، يعني في مصر بس، مش في العالم العربي حوالينا ولا في افريقيا او كده. ده بالنسبة للشعبية. اما بالنسبة بقى لموضوع الحكام، حضرتك لما كنت بتدرب نادي الزمالك عمرك ما اشتكيت من الحكام. وفي تصريحات مهمة جدا ليك واليوتيوب ما بيكدبش. لما كنت بتدرب نادي المقصة واتغلبت من الزمالك، قلت كلام مهم جدا يا ريت تراجع نفسك كده وتفتكره. لما قلت يعني للزمالك لازم يكسب، يعني ما فيش فرقة محترمة بتلعب كورة تلعب قصاد الزمالك وتكسب. هو انتوا لازم يعني تكسبوا الزمالك؟ انا النهارده ما اتغلبتش من الزمالك، انا النهارده اتغلبت من التحكيم. وراجع كده وافتكر. وقلت تصريح تاني ان انا لما كنت بدرب نادي الزمالك كنت بقول للحكام اللي انا عايزه،
كنت بتكلم مع الحكام براحتي، كنت بقول لهم كلام يتقال وما يتقالش، كلام ينفع يتقال وينفع ما يتقالش وكنت بتكلم براحتي. لما كنت بدرب نادي تاني بصيت بس للحكم طردني. ده التحكيم، دي البطولات اللي بالعرق، عشان بطولات الاهلي حرام يعني. ولما اتكلمت عن موضوع امام عاشور وقلت ان لو كان كابتن صالح سليم عايش ما كانش عمره هيسمح ان امام عاشور ينضم للنادي الاهلي او يلبس تيشيرت الاهلي بعد ما اهان رموز الاهلي. لكن الاستاذ عادل القيعي بصراحه رد عليك رد محترم جدا وعجبني، لما قال لك ان انا مش مسؤول عن الولد او مش مسؤول عن ابني اتربى فين وطلع في بيئه عامله ازاي وشكله كان ايه وتعلم ازاي وتعلم من الناس دي ايه. مسؤول عنه لما يجي لي انا اعلمه اخلاقي ونظامي وقيمي، ولا عرف يمشي عليها عرف، ما عرفش يبقى خلاص. واحنا شفنا امام عاشور اتغير ازاي، احنا شفنا اتغير ازاي. حتى في احدى الماتشات في النهايه كان في مذيع كده سئيل مش عايزه اقول اسمه، كان بيساله بيتكلموا قال له انا لو ما كنتش في نادي الاهلي اللي ليه سيستم ونظام في التصريحات والكلام كنت عرفت ارد كويس. وافتكروا ادي بالنسبه لامام عاشور. فيا كابتن ميدو كفايه هبد، كفايه كلام. وكابتن واستاذ ابراهيم يعني بصراحه الايام دي زي ما قلت لحضرتك ان انت مش عاجبني خالص، وحاسه كده ان احنا بنتكلم في كلام وفي وقت مش مناسب ان احنا نتكلم فيه والجماهير تسخن. يعني كلكم كنتوا بتقولوا لا يا المنتخب اهم، نتكلم على المنتخب، الناس بتحب الاهلي والزمالك اكتر من المنتخب. طب احنا دلوقتي في ماتشات مهمه جدا للمنتخب هتاهلنا لكاس العالم، ومدرب جديد عايز يثبت نفسه ولعيبه مش عارفه مالها. المفروض ان احنا نتكلم على المنتخب، نتكلم عن تشكيلاته عن استعداداته، نشجعه نكلمه نكلم الناس. ايه دخل دلوقتي بقى كل شويه جايب لي شويه اهلاويه على شويه زملكاويه وواحد، والاثنين المناظرات مش مناسبه لبعضيها، يعني مش مناسبه، بتجيب ناس مش مناسبه ان هي تقعد مع بعض. لو قاصد ان انت تقلل من حد ما ينفعش، لو قاصد ان انت يعني تحط النادي الاهلي او الناس اللي بيردوا عنه او بيتكلموا باسمه في صوره قليله او صوره وحشه فما ينفعش، عيب. احنا بنحبك وانت راجل محترم واعلامي كبير محترم، واحنا حييناك وشجعناك ساعه حلقه قفشه، وقلنا ان انت انسان محترم ومهذب. فيا ريت ان احنا ما تغيرش نظرتنا فيك وتركز شويه في موضوع اختياراتك في المناظرات، يكون في ملائمه ما بين الاشخاص في المناظرات، لان ما ينفعش حاجه كده وحاجه كده وتطرف في الاختيارات، ما ينفعش. وانت اعلامي كبير وفاهم الكلام طبعا اللي انا بقوله، واكيد انت اقدر مني بالكلام ده والموضوعات دي. انا بشكركم وطولت عليكم النهارده، معلش سامحوني بس الكلام كان كتير وكان لازم ارد لانه استفزني جدا. ما بحبش اتكلم عن اي حاجه تخص الاهلي والزمالك اثناء ما بيكون في ماتشات مهمه للمنتخب، وانتوا عارفين كده. لكن الكلام ده كان لازم يترد عليه بجد يعني بصراحه، لاني ما كنتش هعرف انام لو ما ردتش عليه. تصبحوا على الف خير.